السلام عليكم. معاكم احمد حافظ، ادمن جروب نعيش احرار الموت ثوار. انا بس عايز اتكلم عن هدف من نزولنا ان شاء الله يوم 25/1/2012. احنا مش نازلين نخرب ولا نازلين ندمر ولا احنا اخدين فلوس ولا اي حاجه. احنا نازلين عشان الثوره لسه مكملتش، يمكن كمان لسه ما بدأتش الثوره زي ما هي، بل بالعكس احنا بنخسر ما بنكسبش اي حاجه. اللي حصل ان احنا كان عندنا في ثوره 25 يناير عدد من الشهداء بيضاعف دلوقتي في ظل حكم المجلس العسكري. احنا ان شاء الله نازلين يوم 25 عشان نقول للمجلس العسكري ان الشارع لسه ليه صوت، وان الشارع لسه ليه قوه، وان الثوار موجودين، ومجلس الشعب مش هيبقى هو ده المطلب الاساسي لينا او هو ده اللي هيسكتنا ليه. احنا مش هنسكت على اي حد يتقتل ولا اي حد يتسحل ولا يتعرى. احنا موجودين واحنا هنقدر ندافع عن الناس دي، ولو ما قدرناش ندافع عنهم احنا هنحصلهم زي ما كل مره كان في ناس بتنزل عشان تجيب حق الشهداء، واللي بيحصل ان احنا بنلاقي شهداء جداد. احنا نازلين يوم 25، احنا ان شاء الله نازلين يوم 25 عشان نجيب حق كل الشهداء اللي كانوا موجودين، وعشان ندي رساله حتى لو للرئيس الجاي مدني او عسكري على حسب السنه ما هتقول ان حكم مبارك والزمن اللي احنا عشنا فيه من اول ثوره 52 مش هيرجع تاني. احنا الشعب هيبقى ليه كرامه، هيبقى ليه صوت، الشعب هيدافع عن نفسه، وهيبقى هو القوه رقم واحد اللي هتتحكم في الشارع. ده مطلب اول لينا ان شاء الله، هو ان نبين للمجلس العسكري وكل الناس اللي موجوده ان الثوره لسه ليها صوت، والشباب السائر لسه موجود وما سابش الميدان مهما هيخونوا ومهما هيقولوا عليه عميل. المطلب الثاني باذن الله هو التسليم الفوري للسلطه مدنيه، لان المجلس العسكري فقد شرعيته من بعد 6 شهور، المده اللي هو حددها لنفسه ومحدش قال له عليها، هو حدد لنفسه 6 شهور وبعد كده نقضها، وبالتالي هو ملوش اي شرعيه عندنا. وكلام في الاستفتاء على بقاء او رحيل المجلس العسكري ده عبث، ملوش اي شرعيه ولا ليه اي منطق عندنا ولا احنا قابلينه. فاحنا يعني اي كلام دلوقتي بيقوله المجلس العسكري هو مش من حقه لان هو ملوش اي شرعيه. فان شاء الله احنا برضه نازلين عشان نقول ان المجلس العسكري انت مالكش شرعيه تبقى موجود، وحتى لو سيبناك لشهر 6 تعرف ان ده اخر ميعاد ليك، بس احنا نازلين عشان سرعه تسليم السلطه للسلطه المدنيه. المصدر الثالث ويمكن انا اتكلمت فيه اللي هو القصاص، وكل المحاكمات زي ما انتم شايفين الشرطه زي ما هي حتى لو رجعت زي ما هي، ومش عايزين دايما يخيرونا بين الثوره وبين تكمله مطالب الثوره وبين الامن. مش عايزين دايما تبقى دي مساومه، احنا عايزين ناخد حقنا وفي نفس الوقت ناخد الامن اللي بيتصرف عليه اكثر من 50% من ميزانيه الدوله في الامن، احنا مش حاسين بيه في الشارع. انا معلش خايف اكون طولت عليكم، لكن انا بشكركم فعلا ان انتوا سمعتوني، واي حد هيسمع الفيديو ده اتمنى ان هو ما يشتمنيش في الاخر ولا يقول عليا عميل ولا خاين. ربنا اعلم بالنيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.